لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1019 لواني كاين تفسير قرآني في روز بيم وخزمتان بس رضامندي رب العالمين وهي ودار أوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. بەڵێ خۆشەویستان لە سیاقی وایەتانی کە رب العالمین باز لە ئەو منافق و دووڕوانە دەکا کە ئامادە نەبوون بەگەر پێغەمبەر بکەون صلی الله عليه وسلم لە غەزوەی تەبوک دەفەرمی ئەگەر مەبەستیان دەرچوون بوایە لا عەدوا له عودە خۆیان لێ ئامادە دەکرد و ئامادەکاریەکانیان ساز دەکرد ولكن بەڵام كره الله بعاثهم ئیتر بەخۆیان نیازیان نەبوو. الله تعالى سبحانه وتعالى پێی خۆش نەبوو هانیان بدا و تەوفیقیان بکا لە بۆ دەرچوون فثبطهم ئیتر الله تعالى تثبیتی کردن واتە تەوفیقی نەکردن هانی نەدان بەڵکو ساردی کردنەوە. وقيل اقعدوا مع القاعدين ئیتر گوترا دانیشن لەگەڵ کەسانێک کە دانیشتون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. عدة وكل تفسير محرر أي أهبة السفر وما يعد من مال وسلاح كواتا عدة أو بيداويستياني سفروا وهروها بتايبتش ليردا كباز لباسي تبوك وجهادة غزوي تبوك واتا تسبيداويستي لمال ولسلاح وتفاقة آمادان ذكر كواتا عدة التي هاتي من الإعداد الذي هو تهيئة الشيء كواتا لآمادة سازي كواتا أجر ما بستيان درتون با آمادة سازيان ذكر وكودله. ولو أراد المنافقون الخروج معك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أجر منافق كان ما بستيان درتون با لقلد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبو غزوة تبوك لتأهبوا للخروج خوان آمادة ذكر لبو درتونك بس خوان آمادة ذكر بإعداد ما يحتاجونه من لوازم السفر والقتال بۆی کەوا ئەوەی پێداویستی سەفەر و ئەو قیتالەی کەوا لە پێشیانە پێداویستیەکانیان ئامادە دەکرد بەڵام لكنهم تركوا الاستعداد بەڵام ئەوان ئەسڵەن ئامادەکاریشیان لۆ نەکرد بوو لرغبتهم في التخلف عن الجهاد لەبەرەوەی ئەوان ئەسڵەن چاویان لەوەی بوو کەوا دواکەون لەو جیهادە لەگەڵت نەبن. ولكن كره الله بعاثهم. ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم. إن بعاثهم أي نهوضهم للخروج ومضيهم. إن بعاثهم وتهستانوان لبو درتسون ورويشتنيان أو إن بعاث بيدلن كلا أصل كلمة بعثها يدل على إثارة شو توجيهه. بعث زياتر بلغي لسرسة شتيك بوري باولين هاني بدي توجيه بكي كوادر بسي كواتا. ولكن كره الله بعاثهم ولكن لم يحب الله تعالى انطلاق المنافقين معك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة كواتا. الله تعالى في خوش نبو كوا منافق دور وكان لقال درس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بو غزوة لعلمه أن في خروجهم شرا وضررا على المؤمنين. هبروي الله تعالى دزاني كوا درتوني وان لقلتو بزررو بشر تواب دبل بو إيمان داران عاقبتك خرافة لوي فثبطهم أي ثقل عليهم الخروج ثقل عليهم الخروج لوي الله تعالى درتوني لا أوان قرس كرد
وحبسهم عنه وحبسي كردن واتل نقرأ دربتن يقال ثبته المرض وأثبته إذا حبسه ومنعه ولم يكد يفارقه كسي كدرين ثبته المرض واتا نخوشي كان منعي كلوي كوا ونخوشي لي زيانب بو تاوكو هلبستي بروا ليا فثبتهم وكل تفسير سعدي دلي فثبتهم قدرا وقضاء الله تعالى فثبتهم واتا لسري قرس كردن وينكر كوادر بسن بقضاء قدري خوي وإن كان قد أمرهم وحثهم على الخروج أجرتي للان الشرعية وخواي سبحانه وتعالى أوان وهم مسلمانانيش فرمانيان بيدكا وهانيان دلبو كوادر بسن وجعلهم مقتدرين عليه وأتوانا أشيان بيبخشك دربسن ولكن بحكمته ما أراد إعانتهم ولام أو خوايك الحكيم سبحانه وتعالى يارمتي ندان كوادر بسن بل خذلهم وثبطهم بلكو قرسي كردن وهروها التوفيق نكن كواتا هر طاعتك الله تعالى كان يتي باكر لبيني او ذا توفيق الذكر داني او طاعه برام كان يتي باكر نبو ما بس نبو الله تعالى سبحانه وتعالى يارمتي نادوا قال بتقرز ذكاء وقيل اقعدوا مع القاعدين قترا دانشا لقل آنك ودانشتون أي وقيل اقعدوا عن الجهاد دانشا جهاد مكان لقل شيء دانشا مع الذين ليس من شأنهم النهوض والخروج للقتال لقل أو كسان دانشا كأصلا أوان إيشيان أوانية كوا هلبسنا ودربسنا وجهها لقل أوان دابنشن شين أوانا كالضعفاء والمرضى والصبيان وغيرهم وكو أنا كتواناني وكو نخوشن وكو مندال أنا أصلا لسريان نية كدر بس نبوزها لقل أوان دانشن لقل بكوتكان دانشن وكو شنقيتي ضلي قيل هذا كاتك وقيل أو قيل يتشيغتي طبعا هذا مبني للمفعول حذفت فاعله مبني مجهولة فاعل كي ديان نتشيغتي دانشن لقل أواني كدانشتون ضلي اختلف العلماء في فاعله المحذوف علماء اختلاف عن هلوي كواتشي فاعلك فقال بعض العلماء قال بعضهم لبعض في سرهم وباطن أمرهم هندق لوان بهندش تريود واتا منافق كان لني وخوان هندق بهندش كان قد بنهيني لنوان خوان اقعدوا مع القاعدين واستأذنوه لتقعدوا لأن خوان بيكتريان دقو إذن شوارقون لو خوتنا لقل أواني كوادانشتون أو هيتيان لسرنيا لقل دانشن عندك العلماء كذا أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بيغمبر صلى الله عليه وسلم إذن دان فقال اقعدوا مع القاعدين وعلى هذا القول قد اقعدوا فاقعدوا هو الإذن كواتل سألوا قولي واتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم إذن دان كاتوان عزريان هنا بيغمبر صلى الله عليه وسلم إذن دان بوي كوادانشن لقلواني كوا عزريان هي كدرناتن إتر قترا دابنيشن لقل أواني كوا دادنشنو جهاديان للسرنية وكلا تفسير رازدلي ختم الآية بقوله وقيل اقعدوا مع القاعدين خواهي قرآت كيبويكو تايبه هنا كوا بيان دا قتري دابنيشن لقل أواني كوا دانشتون لبرسيا للتنبيه على ذمهم أو إشارة لبويكو أوانا مذموم بدانش نكيان تقليل إكراون وإلحاق بالنساء والصبيان والعاجزين يتروانا دينا ريزي آفرتان مندال بكوتكان الذين شأنهم القعود في البيوت أو أنك أصل لوان لا شجنوا لمندال لبكوتكان أو يكوا أوان دادنش لمعلان وهم القاعدون والخالفون أو كسانك ودانشتون بباش دكو الناس نزيهات لقل أوان دانشن لا فتح الرحمن أنصاري دري والأمر في قول اقعدوا مع القاعدين الأمر توبيخ أولا بو سرزنش كردنا كقول تعالى اعملوا ما شئتم وكذا سورة فصلت بقرينة قول مع القاعدين كواتا اقعدوا مع القاعدين بو سرزنش كردنا كواتا زيادة أو ما بس ويك وكتمان قيل كتشي يعني وتنلي واخوان بيكتني يعني أو إذن كي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كواتا أو زيادة دقرت وصل أول رأي يدوم كوا إذن بيغمبر صلى الله عليه وسلم بس سرزنش كردنا وبيان دفرمي دانشن لقرواني كوا دانشتون لروضة المحبين ابن القيم رحمة الله بيدله ثبت سبحانه أعداءه عن متابعة رسوله واللحاق به الله تعالى
دژمنانی منافقەکان دژمنانن لەلایەن خوا سبحانه وتعالى. الله تعالى دژمنەکانی قرس کرد لەوەی کەوا تەوفیقیانی نەکرد و بەڵکو ساردی کردنەوە نەچن متابعی پێغەمبەر بکەن صلی الله علیه وسلم لەگەڵ پێغەمبەر دەربچن. الله تعالى ئەو دژمنانەی سار کردەوە کەوا نەچن بەگەر پێغەمبەر بکەن صلی الله علیه وسلم غیرەتەن خواهي قورا غيري هي لسر بيغمبر صلى الله عليه وسلم. فغار سبحانه على نبيه وأصحابه أن يخرج بينه المنافقون. الله تعالى غيريه سبحانه وتعالى لسر بيغمبر صلى الله عليه وسلم لسر أصحاب بيغمبر صلى الله عليه وسلم خواهي يقول له أنش رازي بي كوا منافقين لريزي أوان بنو دربتسن فيسعوا بينهم بالفتنة. الله تعالى زاني أوانا قال يان دربتسن فتنة دنينو آشوب دنينو لنيوانيان فثبطهم وأقعدهم عنه. الله تعالى ساري كردنوا وايكر كوال لقل بيغمبر صلى الله عليه وسلم درنس خواهي قولا غيريه برامبر بيغمبر صلى الله عليه وسلم برامبر بإيمان داران كساني شي منافق لقليان دربتسن. ابن تيمية رحمة خواهي لبي لجواب الصحيح ضلي درباري أوآت ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة. ضلي أوآت إشارة إلى أن ما يقوم بالقلب من تصديق وحب لله ورسوله وتعظيم أو ضلي إشارته أو ضلي كوا برازانيني تيدا وخوشويستي الله تعالى وبيغمبركي صلى الله عليه وسلم تعظيم بقورزاني تيدا لابد أن يظهر على الجوارح أو خوشويستي وبقورزانين وإيمانا بيست لسر عند مكان رنگ بداتوا. وكذلك بالعكس وبيتسوانوش كتيدان بعين رنگ داتوا. ولهذا يستدل بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء الملزوم الباطن. لو يدل أوي بابلين كارو كردو كان كوا بظاهر أنزام الدي رنگ دانوي أوي لناو ضلو درون لازم وملزوم يكترين. لو يدل اشتك كوا ظاهرا وجودينيا أو بلغي لسر كوا باطنا ولا دلشي باطنا ولا دلشي بابن وجودينيا. فإن الإرادة التي في القلب مع القدرة توجب فعل الأمر. إرادة لدل هبي تواناشي بجيب جيبكا تسيلي بباج دكوي فعل المراد أو كوا مبستي أنزام الداء. فالسفر في غزوة بعيدة لا يكون إلا بعدة. سفر كردن لبو غزايا شدور وكتبوك إلا دابين كردن بيدا يستكان دبي كأوي لي أنزام ندرا أو بلغير رسول الله ضليانو أصلا إرادينية كوا أو كار خير أنزام بدن لو يخواي قورس فثبطهم. انزل آتي دوات الدفرمي لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. أجر لقلتان دربسنو لصف إيمان داران دربسن هيش تكتان لي زيادنا كان إلا خبالا وتفساديو شتي خراب لبوتان زياد دكن. ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وهروها هول ددن لنيوانتان فتنة وفسادي ونميمي بكن. وفيكم سماعون لهم لنيوشتان داهي كسانيك كوا جوان لرادقن جورايري عندكن. والله عليم بالظالمين. الله تعالى آقادار بكسانيشي ظالم. ديار مناسبة وآتي لقل أو بيش أخوي لما ذكر الله تعالى أنه كره خروجهم وثبطهم كاتك الآتي بيش ترفرموي الله تعالى بينا خوش بو أوان دربتسن لقل إيمان دارانو ساردي كرنوا. أخبر سبحانه عن الحكمة التي تتعلق بالمؤمنين لأن حكمتك بيان دكاك وبيوس بإيمان داران ما بس تيك أخواي قور أواني سار كردوا لبرتي أخواي قور بي خوش نمان لقل يان دربسن لبرو أقل يان درتسوبان أوانا تيان ذكر لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. وكل محرر ضلي أي فسادا وشر خبال وتفسادي وشريان بيبو لنيوان مسلمان بلاو ذكر دوا. وأصل خبل يدل على فساد يتر كلمة لخبل هاتي خبل جبا معنى فساد. أي لو خرج هؤلاء المنافقون في جملتكم أيها المؤمنون لغزو الروم اگر بيت او منافقان لصفي ولريزينغو درسوبا اي ايمان داران لبو غزاي روم فلن يزيدوكم بخروجهم شيئا سوى الشر والفساد وايقاع الاضطراب بينكم. لو حتى اگر درسوبان هيت يان زياد نذكر تنها او نبي شر فساد وهروها بشيويان دنا ولناو مسلمانان
لا تفسير رازدل الخبال هو الإفساد الذي يوجب اختلاف الرأي. خبال بالضبط فرمي أو فسادية كوالا نتيجي اختلاف لرأي كان بيدا دبي، وهو من أعظم الأمور التي يجب الاحتراز عنها في الحروب. مسألة خلافيش كوا يقلو كارانيه كوا بيست قائد زور زور آقادار بهيج شويك خلاف بيدا نبي لنا وصفكي، لأنه عند حصول الاختلاف في الرأي يحصل الانهزام والانكسار على أسهل الوجوه. شكو أجر اختلاف لرأي بيدا بلنا وهر صفتشي أولا دواوي هزيمو وهروها شكست بيدا دبي بآساتري شوا. ولأوضع خلالكم يبغونكم الفتنة، ولأوضع خلالكم أي سعوا هول ددن، ولأوضعوا خلالكم أي سعوا هول ددن وأسرعوا السير وسطكم بالنميمة والفساد. كواتا هول ددن بخيرائي لنيوانتا نميميو قسي بقوازنو فسادي بكن والفساد من الوضع. ولأوضعوا لوضعوا هاتي وسرعة السير. كواتا ولأوضعوا خلالكم لوضعوا هاتي ووضع اشتيا سرعة السير. كواتا زور بخيرائي هول ددن، والخلال جمع خلل وهو الفرجة بين الشيئين. كواتا الزور بخيرائي هول ددن كوا بينتان ليك بكنوا جياتان بكنوا. يبغونكم أي يطلبون لكم ما تفتنون به. يبغونكم أصلا كي بغي هاتي يدل على طلب الشيء. كواتا هول ددن أو اشتبي النقوري كوا ببتماي فتنة. الفتنة أي الشرك والكفر. كواتا توشي فتنة وشرك تامكن، وتطلق أيضا على الشر والعذاب. وهو فتنة لقرآن بيروس بمعنى الشرك وبمعنى الكفر وبمعنى الشر وعذاب جده، وهي في الأصل الاختبار والابتلاء والامتحان. لأصل كلمة كاش لتسيوى هاتيا اختبار تاقي كرنو امتحان ده مأخوذ من الفتن، وهو إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته. لأصل كلمة كلا فتن هاتيا كاتي كوازير لناو آقر دادندري تاوكو زير حقيقية كلا قلب وخلواتكي ليك زيابي توا. إتر ديار آتك اشتيت الماتي دا باس بكن لبرتوا أبوني كات دوستين ببشتوان رب العالم لواني داهتو دين وخزمتي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.